الزمالك يفوز على البنك الاهلي بثلاثيه نظيفه في مباراه غريبه جدا. وده يا صديقي لانك لو سمعت بالنتيجه 3-0 فالطبيعي اللي يجي في دماغك ان الزمالك سيطر على المباراه بالطول والعرض، لكن الحقيقه ان ده ما حصلش اطلاقا. البنك الاهلي هو اللي بادر بالضغط العالي في الشوط الاول وحاول عده محاولات على المرمى، منها كوره جت في العارضه، سدد 7 تسديدات على المرمى مقابل تسديده واحده بس للزمالك. الزمالك كان ظاهر في الشوط الاول باداء هش جدا وسلبي جدا. مع بدايه الشوط الثاني الكابتن معتمد جمال دفع بشيكو بانزا واحمد ربيع، الاثنين اللي غيروا المباراه بشكل كبير وادوا الزمالك استحواذ وسيطره، وقدر شيكو بانزا يسجل الهدف الاول لنادي الزمالك عشان يرجع بعدها البنك الاهلي يستحوذ تاني ويسيطر تاني ويخترق عمق الملعب. الزمالك دفاعه عنده مشكله كبيره جدا بين الفين الدفاع، عندهم مساحه دايما فاضيه والبنك الاهلي كان بيلعب عليها ووصل منها كتير للمرمى، لكن اهدار فرص غريب جدا من ياو النور واحمد مدبولي عشان يقدر الزمالك من هجمه مرتده مثاليه معموله صح جدا يسجل الهدف الثاني عن طريق حسام اشرف اللي نزل مكان ناصر منسي، وبعدها وبنفس الطريقه بيسجل ايشو الهدف الثالث بعد نزوله ايضا كبديل عشان يفوز الزمالك بالمباراه ويرتفع رصيده الى 4 نقاط. فاز برجل المباراه المهدي سليمان اللي تالق ايضا وشال هدفين محققين للبنك الاهلي. وفي رايي هو كان استحاله ان توقيت الانقاذات اللي عملها بالنسبه لنادي الزمالك كانت مهمه جدا. كمان شيكو بانزا ظهر بشكل كويس جدا زي ما قلنا، واحمد ربيع ظهر بشكل ممتاز جدا، ايضا محمد شحاته ظهر بشكل كويس جدا خصوصا في الشوط الثاني لما اتحرر في ادوار هجوميه اكتر. اما فتوح وناصر منسي فما زال عليهم علامه استفهام كبيره جدا. لكن في لاعب البنك الاهلي بصراحه عايز اتكلم عليه هو اللاعب علي حمدي، لاعب الوسط، ظهر بشكل مميز جدا يا جماعه. اللعيب ده عالي قوي وخلال موسم بالكتير هيلعب في الاهلي او الزمالك او بيراميدز، لعيب تقيل جدا ولعيب مميز جدا بيعمل بساط عالميه بيقدر يضرب بيها الدفاع، وكان عامل كده في الزمالك النهارده لولا ان اللعيبه هي اللي ضيعت الفرص المحققه للتسجيل. في النهايه فوز مهم جدا لنادي الزمالك. ما تنساش يا صديقي تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتتابع الفتره اللي جايه عشان تتابع كل جديد، والسلام عليكم.